السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة. وحشتوني بجد بجد، وحشتوني كتير كتير كتير. انا من زمان يعني بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات. لكن ان شاء الله هنزل فيديوهات تاني. كان عندي شوية ظروف كده. ربنا يا رب يعني يزيح عننا كلنا الهم والغم، ويزيح عننا الغلا. بجد يعني الدنيا غلا جامد. النهاردة بقى هعمل لكم أكلة اقتصادية كده، يعني هي مش اقتصادية قوي، لكن يعني اقتصادية نوعا ما. هنعمل مع بعض دبابيس بالخضار. صينية دبابيس كده بالخضار حلوة جدا بجد، يعني ايه، واقتصادية كمان، يعني اقتصادية شوية. هتبقى حلوة قوي قوي، ويا ريت تجربوها، هتتبسطوا بيها جدا جدا، حلوة قوي قوي بجد. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض الطريقة والمقادير بتاعت الصينية بتاعتنا الجميلة بتاعت النهاردة. ويا رب تعجبكم، وإن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. يلا بينا على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسمي بسم الله ونقول بقى مقاديرنا مع بعض والطريقة بتاعتنا على السريع كده. عندنا هنا كوسة متقطعة زي ما انتم شايفين كده، وكمان انا عاملاها يعني مخربشاها كده بالشوكة، او اي آلة عندك ممكن تخربشيها بيها، مفيش اي مشكلة خالص. وعندي جزراية واحدة متقطعة صغير حلقات، وعندي يعني حوالي بطاطستين كده متقطعين برضو حلقات، وغسلاهم وخليهم زي الفل، حتى حاطه فيهم ميه اهو عشان البطاطس ما تسودش معايا. وعندنا هنا دبابيس من الفراخ، يعني حوالي كيلو من الدبابيس بتاعت الفراخ. وعندي هنا طماطم متقطعه حلقات رفيعه جدا، وعندي هنا معلقتين من الصلصه، وعندي هنا بسله، يعني حوالي معلقه كبيره بسله او معلقتين حسب رغبتك انتي. وعندي هنا بصلايه مقطعه حلقات مع آه، كذا فص توم كده، يعني حوالي 5 فصوص من التوم. برضو انا مقطعاهم يعني ايه شرايح كده، وعاملاهم بالملح والفلفل. يعني حبيت تحطي سنة كمون ماشي، انا مش حابة احط كمون فيها، بس هي ممكن تتحط فيها كمون، مفيش اي مشكلة خالص، برضو بتديها طعم حلو. انا يعني مرطة البصلة مع التومة كده زي ما انتوا شايفين في الصينية. ممكن انت يعني ايه حسب رغبتك انت. انا عاملة البصلة حلقات رفيعة جدا. اكلة اقتصادية وحلوة جدا. هنعمل بقى هنروح على النار، وهندي الدبابيس بتاعتنا دي صدمة على النار. يلا بينا. احنا جينا بقى على النار، وحطينا حلة فيها يعني شوية زيت أو سمنة حسب رغبتك انت. أنا حاطة زيت، وسبت الزيت لما يعني يسخن شوية كده، هنحط الدبابيس بتاعتنا، يعني تاخد صدمة كده، ولازم تسمعي طشة الدبابيس بالشكل ده. احنا عايزين ندي يعني الدبابيس بتاعتنا صدمة كده، بس يعني مش مهم تلون معانا، مش لازم يعني اللون. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت عليها ملح وفلفل، يعني تبلتها بشويه ملح وفلفل كده علشان
لو فيها اي زفاره ولا حاجه تروح. هي طبعا ما هيش فيها اي زفاره، لان طبعا انا غسلاها كويس قوي بالملح والخل والليمون والدقيق، يعني ايه مخلياها زي الفل. يعني مش محتاجه يتعمل فيها اي حاجه لان هي نضيفه اصلا. بس هقلبها كده عشان تاخد الصدمه من كل الجوانب. تمام. زي ما انتم شايفين كده مش لازم تلون معانا. احنا نشلنا الدبابيس بتاعتنا من الزيت، وهنشوح بس الخضار تشويحه صغيره كده في نفس الزيت اللي احنا حطينا فيه، عملنا فيه يعني تشويحه صغيره كده في نفس الزيت. طبعا احنا مستنيين الزيت ما ينفعش، عشان بس يديله طعم كده حلو. شوحوا تشويحه كده بسيطه. بس كده خلاص. وهنروح بقى نطبق الصينيه على بعض ونحطها على بعضها ونحطها على على البوتاجاز. احنا كده حطينا بقى الخضار بتاعنا اهو، البطاطس مع الكوسه، وطبعا حطيناها بالزيت بتاعها، وحطينا الطماطم، وهنحط البسله اهي، وهنحط معلقتين الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط بقى الدبابيس بتاعتنا، وهنحطها على النار لغايه ما تستوي. ممكن تحطها في فرن البوتاجاز، لكن انا بصراحه احطها على النار. اي حاجه كده عشوائيه مش مشكله يعني. ايوه كده. وهحطها بقى على النار لغايه ما تستوي. كده هي بدأت طبعا تغلي معانا اهي. على فكرة انا ما حطيتلهاش مية خالص، هي ده مية الخضار اهو. ممكن يعني بالمية بتاعتها تستوي خالص الصينية بتاعتنا. بصوا بالمية اللي نزلتها، يعني طبعا الخضار بينزل مية كتير اهو زي ما انتم شايفين. انا بس ههدي عليها النار عشان تستوي براحتها. ريحتها بقى ما اقولكمش، ما شاء الله على الريحه، بجد الريحه تحفه.
وكده الصينيه بتاعتنا بدات تتشرب اهي خالص الميه بتاعتها، وبدات تنشف معانا واستوت خلاص. ان شاء الله كده بقى هدخلها تحت الشوايه تاخد لون جميل كده وتطلع، وهنشوف شكلها النهائي هتبقى ايه. وبجد بجد تبارك الله ريحتها روعه روعه بجد بجد، يا ريتكم معايا تشموا الريحه، تحفه بجد الريحه. وكده حبايب قلبي الصينيه بتاعتنا بتاعت الخضار بالدبابيس، ما شاء الله طلعتها من تحت الشوايه، روعه روعه روعه، لونها تحفه بجد. وان حبيتي بقى انك تحمريها اكتر من كده ماشي، هي كده حلوه جدا جدا بجد، ريحتها وطعمها تحفة خرافة بجد. اعملي بقى جنبها رز ابيض او رز بالشعرية، هيبقى حلو جدا جدا يعني بجد. صينية دبابيس بالخضار تحفة تحفة تحفة. يا ريت تجربوها هتتبسطوا قوي قوي بيها. ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وإن عجبكم الفيديو ما تنسنيش في الاشتراك في القناة لو انت مش مشترك في قناتي، وتفعلي لي جرس التنبيهات عشان يوصلك مني كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ويا رب اشوفكم دايما على خير وبصحة، واشوفكم يا رب دايما كده في فيديوهات جاية كتير كتير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.